مسلسل درش باعمل فيه دور تهاني او بلاوي زي ما بتقول لها سلوى خطاب. اللاين الاساسي بتاع المسلسل سسبنس لدرجه ان انا لغايه النهارده انا مش عارفه مين هو درش. بندور كلنا في المسلسل على مين هو درش. الناس بعمله فيه دور شر كالعاده. بس مش الشر الكلاسيك، يعني هي شريره لذيذه، يعني شريره دمها خفيف. بابا وماما جيران. ليلى فيمينست قوي، متحرره قوي، صاحبتك اللي بتحتاجيها وانت خارجه من علاقه. بنحتاجهم من كتير علاقه ده. وحشه، كتير ده. من حد توكسيك، فمحتاج اللي هي بتقول لك لا مش محتاجه الرجاله، مش عارفه ايه الحاجات دي. بتحتاجيها لما بتبقي مع شخص غلط، بس لو انت مع الشخص الصح تبقى كارثه. لو سمحتي عايزك تترجمي الكلام اللي هقوله ده حرفيا لسيادة الخبير. اوكي. الافكار دي بقى بتبقى فكره مين؟ فكرتك ولا فكرتهم؟ هو مفيش اي افكار، احنا ما بين المشهد والتاني بيبقى فيه وقت. هم لذاذ بشكل مش طبيعي، بيسلوني قوي. اصلا اول ما بيوصلوا بيدوروا عليا، جيهان فين الكرفان بتاع جيهان، بيجوا لي وبنقعد نتسلى ونبسط، وبصراحه بيخلوا الوقت يعدي بسرعه جدا جدا جدا. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ انتي قلتي في درش ان دورك دور شر، ما خفتيش الناس هبقى هتكرهك؟ ده دور الشر رقم 29 يمكن. ما عملتش غير شر يا جماعه. التمثيل اصلا كان حلمك في الطفوله ولا الموضوع جه ازاي؟ انا من سن مثلا 7-8 سنين عايزه ابقى ممثله. قبلها كان في رائدة فضاء حاجات كده، بس هو من 7-8 سنين خلاص انا ممثله. انا اصلا في سن 10 سنين ابتديت امثل. 14 سنه انا بعمل مسرحيات، مسرح عالمي. ابتديت بدري قوي يعني. بس ناس تعرفني لا من 10 سنين بس.